لو مفكرتش تبدأ تذاكر لحد دلوقتي فخليني أقولك الحقيقة اللي محدش قالها لك. الوقت مش ضاع، بس انت بتضيعه بإيدك. الفيديو ده مش مجرد تحفيز، ده جرس إنذار. ليه كل يوم بيعدي بتحس إنك بتغرق أكتر؟ وليه بنستنى دايماً لحد ما يفوت القطار؟ قبل أن نبدأ لا تنسوا الصلاة على رسول الله علشان الخير يفتح من أول ثانية. الجزء الأول، الإنكار، أول مراحل السقوط. في مرحلة خطيرة جداً بيعدي عليها كل طالب، وخصوصاً لو كان في سنة مصيرية زي الثانوية العامة. المرحلة دي بتبدأ بجملة بسيطة بس مرعبة في تأثيرها: أنا لسه قدامي وقت. الجملة دي بتديك أمان كاذب، وفي نفس الوقت بتسرق منك أغلى حاجة عندك، الزمن. النهاردة بتأجل، بكرة تقول لسه في شهر، الشهر يبقى أسبوع، والأسبوع يبقى يوم، وفجأة تلاقي الكل بيجري وانت واقف مكانك. مش لأنك فاشل ولا لأنك مش عايز تنجح، لكن لأنك وقعت في فخ اسمه لسه بدري. الجزء الثاني، قصة أحمد اللي كان زيك. أحمد كان طالب عادي بس عنده طموح كبير. كان بيحلم يفرح أهله، يدخل كلية محترمة، يعيش مرتاح. بس كل ما يجي يبدأ يحصل حاجة غريبة: يفتح الكتاب، يتفرج على فيديو تحفيزي، يرتب المكتب، وبعدين يدخل على السوشيال ميديا يقول هبدأ بعد الغدا، وميبدأش. يفضل كده أسبوع ورا أسبوع حاسس إنه ماشي، بس الحقيقة إنه بيتراجع لحد ما في يوم فتح تليفونه لقى صاحبه باعت له صورة لورقة فيها ألوان وعنوان كبير: خلصت أول مراجعة وإنت. الصورة كانت زي صدمة كهرباء. إزاي هو بدأ وأنا لسه؟ أنا كنت فكر نفسي سابق، بس الحقيقة أنا كنت واقف. أحمد وقتها قرر يبدأ، بس بعد فوات الأوان. الجزء الثالث، ليه بنكسل وإيه السر؟ الكسل مش طبيعتك، أنت مش ضعيف، بس أنت في حرب نفسية. في صوت بيظهر جواك كل ما تفتح الكتاب: مش هتفهم، هتنسى كل حاجة، مفيش وقت أصلا، مش هتلحق. الصوت ده مش حقيقي، ده خوف وقلق وإحباط زرعوه فيك المجتمع والضغط والتوقعات. بس لما تسمع له بتخسر، ولما تصدقه بتضيع مستقبلك. الجزء الرابع، الناس اللي بتتفوق فجأة. إزاي؟ عارف الناس اللي محدش حاسس بيهم طول السنة وبعدين في الآخر يجيبوا مجاميع خرافية؟ السر مش في السحر، السر في التوقيت وفي القرار. فيه لحظة بتغير كل حاجة، مش أول يوم في الدراسة ولا يوم الامتحان، هي اللحظة اللي تقول فيها أنا كفاية ضيعت وجاهز أبدأ. ناس بدأت متأخر بس بدأت صح، قسموا وقتهم، ذاكروا بذكاء، ركزوا على المهم ومشيوا على خطة واضحة. الجزء الخامس، 3 خطوات إنقاذ عجلة. خد نفس وركز معايا دلوقتي، عندك فرصة بس محتاج 3 حاجات. الأولى، احرق مرحلة الاستعداد الوهمي. مستني الجدول، الكشكول، القاعدة المثالية؟ انسى كل ده، افتح أي ورقة وابدأ بأي درس. ابدأ غلط بس ابدأ. 2، ذاكر بطريقة الطوارئ. ركز في 3 مواد رئيسية بس ابني فيهم أساس قوي. مفيش وقت للكمال، فيه وقت للإنقاذ. 3، اسكت الصوت اللي جواك، كل ما يقولك مش هتلحق قوله أنا هبدأ وهشوف النتيجة لما أوصل. الجزء السادس، معلومة هتغير نظرتك. في دراسة على طلاب جامعة اكتشفوا إن أكتر من 80% من المتفوقين كانوا من اللي بدأوا متأخر، بس لما بدأوا التزموا، ركزوا وذاكروا صح. النجاح مش دايما بيبدأ بدري، النجاح بيبدأ لما تاخد القرار. الجزء السابع، اعتراف شخصي. وأنا بكتب الكلام ده افتكرت نفسي كنت بقول الناس سبقتني، كنت بأجل وأرتب وأبرر، بس في لحظة قررت أنقذ اللي فاضل. قررت أبدأ حتى لو خايف أذاكر، حتى لو مش ضامن، أدي لنفسي فرصة، والفرصة دي غيرت حياتي. الجزء الثامن، لو لسه بتسمعني فده معناه إنك مختلف. عارف إنك كملت الفيديو لحد هنا، ده معناه إن جواك نار مستنية بس شرارة، والفيديو ده هو الشرارة. الجزء التاسع، ملخص الإنقاذ السريع. متأخرتش طالما لسه في أيام، لسه في فرصة. ذاكر اللي تقدر عليه، مش كل حاجة. جسم وقتك وابدأ فوراً. خليك صادق مع نفسك، هل فعلاً بعمل اللي عليا؟ لو لأ يبقى دلوقتي هو اللحظة الحقيقية. مفيش حد هيسألك السنة الجاية بدأت إمتى، الناس كلها هتسأل جبت كام. ابدأ حتى لو خايف، ذاكر حتى لو مش فاهم، خليك شجاع حتى لو الكل سبقك، وسيب الباقي على ربنا. لو الفيديو ده لمسك شاركه مع غيرك واكتب لي في الكومنتات أنا قررت أبدأ النهاردة. وخليك فاكر، النجاح مش حلم بعيد، النجاح قرار.